شفتوا وصلتوا بينا لحد فين ومحدش بيطلع يتكلم؟ مش كفايه بقى لحد كده ونبدا على نظافه؟ منتخب مصر تحت 20 سنه يخرج من دور المجموعات من كاس افريقيا، يتعادل مع موزمبيق 0-0 ويخسر من نيجيريا 1-0 ويخسر من السنغال 4-0. يعني يلعب 3 ماتشات من غير ما يسجل ولا هدف، والبطولة على أرضه ووسط جمهوره. عايزين إيه تاني؟ ارحموا اللاعب الغلبان بقى اللي نفسه يلعب كورة. اوقفوا الاستثمار في كرة القدم، قدروا الموهبة من تاني، واللي معاه فلوس طز فيه هو وفلوسه. احنا وصلنا لمرحلة ان العيل الصغير اللي انت بتعلمه يبقى راجل صالح ومحترم بتاخد منه فلوس علشان يلعب كورة. انت متخيل ومستوعب وعارف يعني ايه واحد عنده 12 سنة بيدي فلوس لمدرب علشان يلعب كورة؟ انت بتاخد فلوس من اب مش لاقي ياكل 20 و30 الف جنيه علشان بس تأيد ابنه، علشان المفروض ان ابنه هو اللي هيصرف عليه بعد كده لما يكبر، ده لو كمل اصلا. انت مستوعب يعني ايه الناس دي اللي بتعلم لعيبتك كورة؟ انت عارف كام نادي في مصر قطاع الناشئين بتاعه متاخد استثمار؟ يعني ايه اصلا نادي يبيع قطاع الناشئين بتاعه لتاجر عشان يستثمر في لعيبه صغيره؟ احنا عندنا اغلبيه قطاع ناشئين فاسد. احنا مش هنوصل لاننا ما عندناش حاجه، احنا تحت قوي. وبطوله افريقيا تحت 20 سنه تشهد على كده. منتخب بيلعب على ارضه وسط جمهوره ويطلع من دور المجموعات بكارثه من غير ما يسجل هدف ومن غير ما يكسب ماتش، وطالع حصلت المجموعه. اعمل مش واخد بالك. سلام عليكم.